يعني ناس كتير هاجمت انتوا السعوديه بتشتري الدراما السينما المصريه ومش عارف ايه. فطلع يعني قالوا لهم يا جماعه الناس موفرين لنا امكانيات، وفي الاخر احنا مصريين، يعني في الاخر احنا اللي السينما المصريه بتكسب يعني. ديت موجة مش مفهومة أصلا يعني. الفن فن يعني، والفن ملوش وطن كمان. بلس إن ما احنا طول عمر أنا من طول عمرنا السعودية بتشارك معانا في الإنتاج على فكرة. هو يعني أنا ليه الناس متفاجئة ليه؟ ما شركة الرياض دي كانت إيه اللي بتقدم في مسلسلات مهمة عندنا في مصر يعني. طول عمرنا على فكرة ده عادي. السعودية بتشارك معانا في الإنتاج من زمان جدا. والدول العربية احنا كنا بنصور في عجمان، دبي، انت فاهم يعني. بنروح اليونان نصور لا يعني الاي ار تي مسلسلاتها يعني لا بس قبل روتانا وقبل ده كله كان في الاي ار تي وشركه مسك. يعني انا مش عارف الحكايه ده جاي منين، وده اسمه تعاون. والحمد لله ويا بختنا ان احنا لنا اخوات واقفين معانا دايما، ودايما نقف معاهم. ده حاجه حلوه على فكره. هم ليه باصين البصه دي يعني؟ هي في ده انت لو بصيت لها تبص لها ان ده حاجه تخوف ان مصر والسعوديه يتحدوا قوي كده في الفن. ده شيء يخوف الناس الوحشه اكيد. اكيد مقلق للغير، مقلق لو لاي يعني السعوديه ومصر لو لهم اعداء يعني يقلقوا.